اعمل ايه لو جوزي مش مهتم بيا انا والولاد؟ اكتر سؤال دلوقتي وصل لنا على صفحة بابا جيمس انه اعمل ايه لو جوزي مش مهتم بيا انا او الولاد. طبعا لو عاوز تعرف نعمل ايه محتاج تكمل الفيديو ده للاخر، تعمل لايك وسبسكرايب وشير ان امكن. طيب اول حاجة محتاجين نعملها او نفكر فيها، ما هي الاسباب اللي بتخلي الراجل ده مش مهتم بينا؟ طيب ممكن تكون الأسباب حاجة من أسباب كتير. أول سبب ممكن يكون الضغوطات المادية والأعباء العملية اللي بتقع على كاهل الراجل ده. تاني سبب ممكن يكون هذا الرجل يعاني من بعض الاضطرابات النفسية زي الاكتئاب الشديد أو القلق. تالت حاجة ممكن يكون في مشاكل في التواصل بينه وبين مراته، أو عنده صعوبة في التواصل مع الأطفال بشكل عام. رابع حاجة ونتمنى ألا تكون هي إنه يكون هذا الشخص غير مسؤول تماما. بناء على السبب اللي احنا هنطلعه او بناء على السبب اللي احنا هنقدر نوصل له او الفرضية اللي احنا هنحطها، هيبقى في مجموعة من الاشياء مطلوب مننا ان احنا نجرب نعملها. اول حاجة التواصل المفتوح بدون احكام او اتهامات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ممكن اقعد مع جوزي واقول له انا محتاجة اقعد معاك، انا مهتمة انك تكون وسطنا انت والولاد، انا مقدرة ان عندك شغل ولكن كمان مهم انك تبقى موجود معانا. خلي الطلبات محددة وواضحة. يعني ايه محددة وواضحة؟ يعني انا محتاجة كل يوم جمعة تفضلنا ساعتين، انا محتاجة ان احنا نخرج مرة في الشهر، انا محتاجة انه انا وانت يبقى لينا الوقت بتاعنا الخاص بينا. كل ما كنت محددة في الطلب وكل ما كنت شايفة ومقدرة الحالة العاطفية والمعنوية اللي يكون زوجك موجود فيها، كل ما النتيجة ان شاء الله هتكون افضل. تالت حاجة كبري اللي انت عاوزاه. يعني ايه كبري اللي انت عاوزاه؟ عادة احنا بنقع في الفخ بتاع ان احنا نقول والله انا انت مقصر معانا، انت ما بتجيش كتير، احنا ما بنشوفكش، يا اخيرا دخلت علينا بحاجة. كبري اللي انت عاوزاه، يعني ادعمي الحاجات الصغيره اللي انت شايفه انها مهمه. زي انت قعدت معانا امبارح انا كنت مبسوطه قوي لما اشتريت الحاجات اللي الولاد كانوا عاوزينها الاسبوع ده، خليتهم مبسوطين طول الاسبوع. حتى لو انت شايفه ان الحاجات دي صغيره وانه يقدر يعمل اكتر، كل ما شجعتي الحاجات الصغيره دي كل ما زادت مع الوقت. طيب في الاخر لو عملت كل المجهود ده والمجهود ده لم يجني ثمار، فده معناه ان احنا اما محتاجين ان احنا نتوجه لكابل ثيرابيست، معالج زواجي، او ان احنا محتاجين نلجأ لحد اكبر، حد من الطرفين بتوع العيلة يقعد معانا ويحاول ينظم الاتفاقات دي ويكون شاهد عليها. وإن شاء الله كل الأمور تبقى بخير.